جماعه النهارده هجدد التلاجة دي وارسم عليها بس من غير ما اقول لامي وبقولوا لها المسامح كريم. والاول حطيت كل حاجه قدامي في جردل عشان التلاجة كانت قديمه ومركونه ومسبوله في الدور بتاع السطح، فكنت عايز انضفها كويس وشلت العلامه القديمه علشان ارشها، وبرده الحتت دي هتبقى عايزه تتلزق. نضفت كل حاجه كويس وبسكينه معجون شلت الزياده علشان السطح يبقى ناعم، وبعد الاستيكر اللي تحت ما فك شويه شلت كل اللي باقي وجبت صنفره حديد علشان اصنفر الجزء المصدي، وبرده عشان انضف المقابض جامد فاجر. بعد كده اديت لها دش وسبتها تنشف خالص، وجبت ورق كبير ولزق علشان اغطي كل حاجه، بس الاول جبت اوهو علشان الزق الحتت المفكوكه ولزقتها بتيب لحد ما تعرق خالص. وجبت اجمد رش جولد عندي علشان اعمل المقابض، وجربت في حته لقيت طعمها جامد بصراحه، ما كنتش متخيل ان النتيجه تطلع كده. كملت المقبض التاني وكنت برش على خفيف علشان الفينش يبقى حلو، ممكن اديله وش كمان بعد ما ينشف. ورشيت برضو شريط النيكل اللي فوق علشان هيبقى جامد قوي مع الاسود، ولحد ما ينشفوا خدت العلامه رشيتها اسود مطفي وطبعت علامه توشيبا على فينيل ذهبي ولزقتها في النص، وبعدها حطيت عليها طبقه ايبوكسي وطلعت جامده قوي بجد. هنزل الجزء التاني بعد ده على القناه عشان اليوتيوب اخره دقيقه في الفيديوهات اللي بالطول.